السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. معكم شيري من قناة يوميات شيري وبناتها، والنهاردة هنعمل معاكم وصفة الرز الريزو باسهل طريقة جدا جدا جدا، وهنعملها على خطوتين. وهنقول اول خطوة معانا ايه، وهي الصوص اللي هنعمله النهاردة على الرز. بس قبل ما ابدا معاكم، متنسوش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس يوصلكم كل جديد وكل وصفاتي اذا حبيتوا. يلا بينا نقول معانا ايه. معايا كوبايه الا ربع كاتشب، هي المفروض نص كوبايه بس انا مخليها كوبايه الا ربع عشان بحبه. معايا 3 معالق من الهوت صوص، وكمان معايا الصويا صوص، ومعايا كمان العسل الابيض، ومعايا عسل اسود، ومعايا خل التفاح وممكن تبدليه بالخل الابيض العادي. وكمان معايا بقى التوابل، توم باودر وبصل باودر، وكمان بابريكا مدخنه، ومعايا شطه وشويه ملح صغننين جدا، والشطه اذا حبيتي. يلا بقى نحط الخليط ده كله على بعضه. المكونات: حطينا الكاتشب والهوت صوص، تمام كده. وكمان هنجيب بس معلقة تانية كده ونحط ايه بيها، معلقة كبيرة من خل التفاح زي ما قلت لكم. ممكن خل ابيض على فكرة، مفيش مشكلة، بس عشان متواجد عندي. تمام. كمان هنحط الصويا صوص بقى، ده من اي سوبر ماركت على فكرة اهو. نحط كده معلقتين. تمام. هغير بس المعلقة علشان نحط بقى العسل، ونحط معلقة عسل كبيرة ابيض، عسل نحل. تتصوريش الرز ده هيطلع معاكي روعة ازاي، خطير بجد. جربيه وعلى ضمانتي وعلى مسؤوليتي. تمام. هنحط كمان معلقة عسل اسود، طبعا كل ده معالق كبيرة يا جماعة. تمام. ويلا نحط التوابل بقى اللي قلت لكم عليها، ونقلب بقى الكلام الجميل دوت مع بعض. تمام. بعد كده دي كده مرحلة الصوص، خلاص هنركنه على جنب، وهنعمل المرحلة التانية وهي الرز. انا معايا كيلو رز من بسمتي كده، ممكن يبقى بلدي على فكرة، هو اصلا بيتعمل بالبلدي عشان تبقوا عارفين، بس انا بحب بسمتي فبصراحة جودت ورحت عاملاها ببسمتي. ومعايا برضو فلفل الوان، ومش بيتعمل بالفلفل الالوان، برضو تجويد من عندي وتركة كده من عندي، لان انا بحب القيمة الغذائية تبقى عالية في الوجبة، فبصراحة حطيته وادى طعم جميل جدا عشان تبقوا عارفين. ومعايا كمان بصلايه كبيره كده مفرومه ناعم، و2 مكعب مرق، تحب تستبعديه ماشي. ومعايا بقى البانيه متقطع مكعبات صغيره قد عقله الصباع كده، يا دوبك رشيت عليه رشه فلفل اسمر وشويه ملح صغيرين. تمام. يلا بقى على البوتاجاز ونقول هنعمل ايه. وجبت حله وفيها معلقه سمنه كده، هي دي معلقه سمنه بلدي، بس انت ممكن اي سمنه مفيش مشكله، هي برضو عشان متوفره عندي. ونحط بقى عليها الزيت عشان يدي اللمعه والفلفله للرز. يعني زيت مع سمنه، لازم الرز بيتعمل كده بالنسبه لي انا، ده خطوه مهمه جدا، بيفلفل الرز وكمان بيديله لمعه حلوه. ويلا ننزل بالبصلايه كده. انا مش عايزاها تاخد لون، لان انا مش بعمل رز سمك ولا صياديه يا جماعه، انا بعمل رز ريزو دوبك دبل بس. وهنزل بمعلقه او معلقتين سكر كده يتكرملوا شويه بس مع البصلايه، وخلي بالك البصلايه ما تاخدش لون. تمام كده. ننزل بقى بايه الخطوه اللي بعد كده، هننزل بالفلفل الالوان، وبرده يا دوبك تقليبه مع البصل، مش عايزاه يدبل قوي ومش عايزاه ياخد لون برضو. تمام. انا عايزه حاجه كده مصحصحه كده في الحله. تمام. يلا بينا ننزل بقى بالبانيه. طبعا البانيه هيتشوح بس كده، هو مش هينزل ميته لان انا مصفيه كويس جدا، وكمان الحله سخنه وكل حاجه نازله، يعني نزل عليها سخن فخد الصدمه، فمش هينزل ميه ان شاء الله. ننزل بقى بالتوابل. توابل برضو توم باودر وبصل باودر وملح وفلفل اسمر وكمان كركم.
عشان يدينا اللون الاصفر الحلو بتاع الرز بتاع المطاعم. وهنزل بمكعب المرق، وممكن تستبعديه تماما لو مش حابه، بس هو بيدي تيست عالي للوصفه. كلام جميل وكلام حلو لغايه دلوقتي. الصوص بقى اللي احنا عملناه هننزل بنصه هنا دلوقتي، والنص التاني هقول لكم هعمل بيه ايه في اخر الفيديو، تابعوني. تمام اهو اختلط كله مع بعضه وبقى كله تمام. ننزل بقى بالرز اللي مغسول ومنقوع كان ربع ساعة ومتصفي كويس جدا. تمام، هياخد تشويحة كده. وطبعا انا غالية مية في الكاتل، تملي اقول لكم نسقي الرز بمية مغلية. تمام كده اهو، تقلب كده كله مع بعضه. طبعا ممكن تقدري تحجزي شوية من الخليط قبل ما تقلبي عليه الرز عشان نزوق بيه الطبق في النهاية في التقديم. تمام كده، ننزل بقى بالمية المغلية. طبعا رز بسمتي بياخد مية اكتر من البلدي. تمام، انا عن نفسي عارفة المقدار بتاعي، انتي لو مش عارفة عايري. كل كوباية رز بسمتي كوباية ونص من المية. تمام، تقليبه كده. وبعدين لو عايز ملح هتحطي، انا شخصيا لقيته عايز ملح فحطيت له تاني شويه ملح. انتي دوقي بس ركزي عشان في مكعب مرق محطوط او 2 مكعب مرق محطوط، وكل حاجه كنا بنملحها شويه صغيره كده. وخلص الرز اهو، تبصوا فلفلته ولونه وريحته وشكله روعه وخطير جدا. لازم تجربي الوصفه ديت. ويلا بينا نقدمه. ومعانا الرز اهو قدمناه، واللي انا حجزتهم كده زي ما قلت لكم البانيه كده بالفلفل هنحطه من فوق كده بس للتزيين يعني. الله شكله جميل قوي. تقدري على فكرة تستبعدي اللي انت مش عايزاه، ان كان فلفل الالوان ده زيادة من عندي. الرز بسمتي هو اصلا بيتعمل بره بالبلدي. تمام، وده الصوص بقى اللي حجزناه النص التاني بنحطه من فوق كده. غرقي بقى الرز كده وحطيه كده من فوق، وواو كلي بقى وبالهنا والشفا وادعيلي. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم وكان خفيف على قلوبكم وسهل جدا وبسيط، وتعتبر وجبة متكاملة لان فيها البروتين وفيها النشويات وفيها حتى السكريات عشان الكاتشب معانا كان مسكر. ونتقابل بقى ان شاء الله يا حبايب قلبي بفيديو جديد، وان شاء الله وصفة جديدة. بحبكم في الله وبتوحشوني من الفيديو للفيديو. وبصوا الطبق شكله روعة وشكله جميل وريحته وطعمه تحفة. واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.